بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت. بسم الله ما شاء الله، طري ومورق وزي العسل زي ما انتوا شايفين. عملناه بالسمنة مش بالزبدة، بأي نوع سمنة موجود عندك هنشتغلي بيه. يعني مش لازم تشتري زبدة مخصوص ولا سمنة مخصوص، بالسمنة اللي موجودة عندك هتشتغلي بيه. بس يلا كده لايكات كتير للفيديو علشان الوصفة تترفع وأكبر عدد يشوفه. ويلا نشوف عملنا الفطير المشلتت بتاعنا ازاي. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معايا طبق نزلت فيه كده بكوبايتين من المية، وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. والسكر هنا اختياري، حابة تضيفي معلقتين او معلقة او تستغني عنه براحتك. بعد كده هندوب السكر والملح مع المية كويس علشان لما نعجن العجينة ما يبقاش عامل فيها كده زي الحبيبات وتتقطع معانا اثناء الفرد. بعد ما دوبنا السكر والملح كده مع المية، هننزل بكيلو الدقيق. معايا هنا الكوباية دي رقم 3، بس هنزل بيها شوية بشوية. ولازم كده ندوب السكر والملح مع المية. يعني اللي متابعني، انا بحب اعمل الحركة دي علشان اعجن العجينة وما يكونش في حبيبات كده سكر تتعبني اثناء الفرد انا وبفرد في العجينة. بعد ما كده نزلنا بالدقيق، الكوباية رقم 3 دي هننزل بيها شوية بشوية. يعني ما تضيفيش المية مرة واحدة. بس هنا كيلو الدقيق انا اخد معايا 3 كوبايات وربع زائد معلقة كبيرة. انتي ممكن ياخد منك 3 كوبايات بس او 3 كوبايات وربع او نص. وممكن يعني 3 كوبايات زائد معلقتين، يعني على حسب نوع الدقيق. برضو اللي متابعني متفقين ان الدقيق بيختلف من النوع لنوع. بعد ما عجناها كده ولمينا الدقيق والمية اهو، بننزل بيها شوية بشوية. وشايفين قوام العجينة اللي احنا وصلنا له زي ما احنا شايفينها كده. هنضيف هنا بقول لكم اخدت 3 كوبايات وربع. هنا بعد ما عجنتها بالشكل ده هغلفها بمعلقة كبيرة من الزيت وهسيبها حوالي 5 دقايق. هغطي العجين وهسيبه 5 دقايق وبعدين نشوف الخطوة اللي بعديها. كده بعد ما غلفتها بمعلقة الزيت، شايفين شكل العجينة؟ بقول لكم شايفين شكلها اهو. ده هغطيها واسيبها 5 دقايق. بعد ما عدى عليها 5 دقايق، شايفين شكلها كأنها يعني تعجنت شوية، وشايفين شكلها وملمسها بسم الله ما شاء الله. بس هعجن فيها كمان تاني حوالي 7 دقايق. هعجنها كويس كده لحد ما يبقى ملمسها ناعم اهو. كده بعد ما عجنتها 5 دقايق، شايفين العجينة شكلها بسم الله ما شاء الله كده طرية وفيها سن تلزيقة بسيطة. بس شايفين ايديا دي ما فيهاش عجين، شايفين ما فيش اي حاجة طلعت فيها. هي بس عشان ايدي التانية اللي فيها العجين تحسي كده ان العجينة ملزجة معاك شوية. هنغلفها بالزيت ونسيبها 5 دقايق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين ملمس العجينة؟ هنا دهنا الطبق دهنة زيت، وهي هنغلفها برضو بدهنة زيت ونسيبها ترتاح معانا 5 دقايق. بعد ما عدى عليها 5 دقايق، معانا الصينية دي دهنينها دهنة زيت، وهنبتدي نشكل العجينة بتاعتنا. انا هنا هعملها كده كور صغيرة، يعني في حجم الليمونة الكبيرة اهو زي ما احنا شايفين. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، يا احلى متابعين واحلى اخوات. وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد. واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك. بعد ما شكلنا الكور بتاعتنا كده وجفنا الكورة من تحت كويس ورصيناهم على الصينية، هنغلفهم بالزيت زي ما احنا شايفين كده. وهنغطي الصينية بتاعتنا كده بكيس وفوطة علشان كور العجين ما تنشفش معانا ولا تشجج معانا. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. بعد كده معايا الصينية دي عليها 4 كور حجم أكبر شوية، علشان الكورة منهم هتكون الراج الأخير اللي هنغلف بيه الفطيرة بتاعتنا. برضو كده دهناهم دهنة زيت وهنغطيهم كويس عشان ما ينشفوش معانا، وهنسيبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة.
قبل ما نفردهم. بالنسبة للمادة الدهنية أنا هنا معايا كوباية من السمنة، أي نوع سمنة موجود عندك، علشان اللي عاوز يعمل فطير مش لازم يعني يحتار ويقول هجيب زبدة. لا يا ست الكل، هتعملي فطير وبأي نوع سمنة موجود عندك. هنا بعد ما حطينا كده معلقة من السمنة اللي معانا على الرخامة أو الصينية أو الطبلية أيا كان سطح العمل اللي هنشتغل عليه، وهنبتدي كده ناخد أول كورة. ومهم جدا نغطي العجين بعد ما أخدنا كورة العجين، نغطيه عشان وشه ما ينشفش. ومعلش لو كنت بكرر في الكلام، بس يعني دي نقطة مهمة وبنأكد عليها. هنبتدي كده نفرد بسم الله الرحمن الرحيم. بنفرد كرة العجين من النص لبره، وبتبتدي كده توسع معانا، يعني واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده، يعني بتزيحي ايديك عليها وبتبتدي كده العجينة توسع معاكي. بس للأمانة عشان نكون صادقين مع بعض، بيكون في فرق بين الفطير اللي انت عاملاه بأي نوع سمنة موجود عندك، وبين اللي بيكون معمول بخليط بين السمنة والزبدة. أنا عملت معاكم الفطير على القناة بكذا طريقة، وعملته بين خليط بين السمنة والزبدة أو الزيت والزبدة، وكان الفرق واضح بينهم في الشكل وفي الطعم عن اللي هو معمول بالسمنة العادية. هنا أنا بشد كده في العجينة، وبرضو بركز على الأطراف يا جماعة، نفردها كويس علشان تكون رقيقة، ما تبقاش كده عاملة معانا في قلب الفطيرة زي العجين وما تستويش. اهو بعد كده ما فردتها ببتدي اتني الطرف ده، ولو في اي حاجة حساها تحت ايديا تخينة ببتدي برضو افردها كده. بنطبقها برضو، وبندي بين كل طبقة وطبقة بنديها، لو حسينا انها محتاجة مادة دهنية بندهنها من السمنة او الزبدة اللي معانا، وبنطبقها بالشكل ده. بعد ما فردنا كده اول راج من الفطيرة، جبنا كرة العجين التانية وبرضو بنفرد. بناخد كده من النص لبره، من النص لبره بتبتدي كده توسع معانا، وبرضو بنركز على الاطراف يا جماعة علشان ما تكونش تخينة معانا وما تستويش في قلب الفطيرة وكده تبقى عاملة زي العجينة. بتفردي بالشكل ده، حتى لو اتقطعت معاكي ما يهمكيش، كله هيتدارى. هنا لو ملاحظين انا مش هشد في الفطيرة ولا ههويها، يعني فردتها بايديا بس. طالما دهنين ايدينا دهنة سمنة كويس، وحاطين على الرخامة او الصينية معانا كده المادة دهنية كويسة، هتتفرد معانا بكل سهولة من غير اي شد. اهو زي ما احنا شايفين كده. يعني الفطير سهل. انا كنت برضو فاكراه صعب زيكم، بس حاولت فيه كده مرة واتنين وبقى يطلع معايا زي الفل. كده اخدنا الراج اللي احنا عملناه في الاول وحطيته في قلب الراج اللي اتفرد ده، وطبقته برضو كده على شكل ظرف. شايفين لو ملاحظين الهواء اللي في الفطيرة. وهنا انا بفرد الراج رقم 3 زي ما احنا شايفين كده. طبعا كيلو الدقيق انتي ممكن تعمليه فطرتين كبار، او 3 فطاير كده حجم متوسط، او 4 زي ما انا عملت. انا بعمله على حسب حجم الصواني عندي. يعني انتي لو عندك الصواني حجمها كبير ممكن تعمليهم فطرتين، هيديكوا كده فطرتين حجم كبير. ولو انتي بتحبي كده الفطيرة تكون ملحمة وطبقاتها كتيرة، بتحطي كذا كورة كده من العجين. لما بيكون كور العجين كده مقطعاها في حجم الليمونة زي ما شفتي معايا، او في حجم البيضة كده. بعد ما طبقت بخلي فتحات العجين باصة لفوق اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهنكمل كده الفطيرة بتاعتنا وهوريكم شكلها. بعد كده ما فردت اول فطيرة معايا، عملتها من 5 كور من الحجم الصغير. هنا هاخد كورة من كور العجين الكور الحجم كبير، وهبتدي كده افردها. دي اللي احنا قلنا هنغلف بيها الفطيرة، يعني ده اخر راك في الفطيرة بتاعتنا، اول فطيرة عملناها. بعد كده ما فردناها بالشكل ده، هنديها دهنة من المادة الدهنية وهنغلف بيها الفطيرة بتاعتنا. وهنخلي كل التكفيلات دي هنخليها من تحت. انا هقلبها دلوقتي اهو شفتوا. وهنبتدي نقفلها ونحطها في صينية مدهونة دهنة زيت.
دهنة زيت خفيفة خالص. وبعد كده بدهن وش الفطيرة زي ما احنا شايفين، وهغطيها بكيس وهسيبها تستريح كده لغاية ما اخلص كمية العجين اللي معايا كده، هفرده مع نفسي وهرجع لكم وهنشوف الخطوة اللي جاية. بعد ما خلصت الفطير بتاعي كله بالشكل ده بنغطيه طبعا ونسيبه يستريح معانا ساعتين او ساعتين ونص. يعني انتي لو مستعجلة ممكن ساعة او نص ساعة على الاقل تسيبي الفطير يرتاح. بعد ما ارتاح معايا كده هدهن ايديا دهنة سمنة حلوة وهبتدي افرد كده برضو من النص لبره. وطبعا انتي هتحسي بسمك الفطيرة تحت ايديكي، يعني تحاولي على قدر الامكان تخليها كلها سمك واحد. طبعا الفطير بيدخل على درجة حرارة عالية. اول ما بتحسي انه اخد لون كده من تحت، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، بتخلي النار متوسطة وبتدايري الصينية من وقت للتاني علشان تضمني انها استوت من كل ناحية. طبعا اللون انت بتتحكمي فيه حسب درجة اللون اللي انت عايزاها. انا هنا بيحبوا عندي المعجنات يكون واخدة لون بزيادة. هنا انا اديته كده دهنة من السمنة البلدي وهغطيه علشان يرد معايا من حرارة الفرن. طبعا انتي لو عايزاه يكون مجرمش معاكي هتسيبيه متغطيهوشي وهتسيبيه مكشوف. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، طري وجميل وهش كده. لو انتوا شايفين الفيديو انه يستاهل اللايك يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا بالاشتراك. يلا كده نقطع حتة مع بعض ونشوف التوريجات اللي فيه. وما تنسوش مشاركة كتير للفيديو مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا والكل يستفيد. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.